يلا بينا نعمل جولة سريعة في مكتبة اسمها بيكر، موجودة في مول العرب. هي المكتبة يعني هي دور واحد، حجمها مش كبير، بس فيها حاجات كتيرة يعني حاساها مميزة وحلوة. يلا بينا نتفرج. هي بس اكتر حاجة ما عجبتنيش في المكتبة ان هما مش حاطين ليبل على الاسعار اللي موجودة. كل حاجة كنت اضطر اسأل دي بكام او دي سعرها ايه. يعني انا بحب تبقى كل حاجة السعر موجود وانا بقى براحتي، مش كل شوية اسأل. بس عموما الحاجات اللي موجوده هي مغطيه، يعني كل مثلا الالوان الفلوماستر موجود، الخشب انواع كتيره من الخشب، برضو انواع الاكليريك، وكل شغل اللي بنستخدمه مع تلوين الاكليريك برضو موجودين. في هنا ده قسم كله ده الاشغال اليدويه، وفي هنا ادوات اللي بستخدمها في العجين، في يعني حاجات زي الطمي، زي الصلصال، الحاجات دي برضو كلها موجوده، او شغل الاركت او الخشب. كل الحاجات دي هم مغطينها. يعني هي يعني هم مش حاطين كميات انواع كتيره، بس الحاجات اللي موجوده الجوده بتاعتها كويسه. عجبني شكل الستيكي نوت ده، اللي عامل زي البومه والفراشه، في اشكال كده، يعني انا بحب الستيكي نوت يعني، فعجبني اشكالهم، اشكال حلوه جديده. وهنا دي كل الكراسات والكشاكيل. هو ممكن عشان لسه ما كانتش المدارس قربت، فهم التشكيله اللي موجوده مش كبيره قوي، بس ظريفه يعني. هي طبعا لو انت عايزه تشتري كميه كبيره، لا طبعا يعني ايه، هي اسعارها اغلى مثلا من المكتبات اللي في الفجاله ووسط البلد. لو عايزه عندي كذا عيل وعايزه اجيب له مثلا حاجات المدرسه، لا طبعا المكتبات اللي بتبقى موجوده في وسط البلد لا طبعا بتبقى السعر ارخص واوفر ليكي. بس هي يعني لو عايزه حاجه مميزه، يعني عايزه اقول لكم انا كده كان بنتي الاله الحاسبه بتاعتها باظت، فعايزين نجيب واحده جديده. فهناك لقينا كاسيو الاصلي، وكمان في لون بينك، اللون الاله الحاسبه لونها من بره بينك كده، فلون كده او بينك على بيربل كده، يعني تحسيها كده لونها كده غريب شويه، فحاجه كده شكل غريب. هي كانت تزيد عن العادي الاسود ب 100 جنيه، فممكن تلاقوا لو انتوا عايزين حاجه مفتكسه، حاجه غريبه شويه ممكن تلاقوها. وهنا ده كل الالوان الاكليريك، وهنا دي اللوح وكل الشغل الواناتها. وهنا ده سكشن كبير جدا في ادوات اللي بزين بيها، بغلف بيها الهدايا، دي الكروت اللي بحطها مع الهديه، واشكال بقى كروت كتير جدا لكل مناسبه، سواء في طفل جاي بمناسبه اسبوع او نجاح. وهنا دي كل شنط الهدايا، اشكال جديده، اشكال مختلفه. وهنا ده كل التغليف لو انا عايزه اغلف هديه معينه بكل انواع الحاجات اللي بتلمع، والحاجات القماش، اشكال كتير تغليف. وهنا دي البلالين. وهنا برضو شويه حاجات ديكورات هدايا، لوحه، براويز، مجات، حاجات كده لو انا عايزه اجيب هديه او ذكرى. بصوا هي المكتبه زي ما قلت لكم مش كبيره، بس الى حد ما ممكن فيها حاجات مميزه. وكمان هم عارضين عند مدخل المكتبه هنا دي عوامات، اشكال مرتبه، اشكال دولفين، يعني اشكال يعني عوامات اشكالها حلوه. فبرضو يعني هي ايه الى حد ما، يعني في زي ما قلت لكم هي المكتبه مش كبيره، بس حاطين اصناف كتيره من كل صنف، مش كميه كبيره، يعني فيها تنوع شويه. ويا رب تكونوا استمتعتوا بالجوله السريعه دي معايا، واشوفكم فيديو جديد من الصبحيه. ربنا معاكم.